أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 123 ينص على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات الخاصة بانتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية، بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين. كما أصدر المجلس مرسوما بقانون رقم 124 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 المتعلق بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ينص المرسوم على استبدال 8 مواد من القانون. مادة 40: يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته. مادة 43: يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته. مادة 45: يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا مبنى أو منشأة أو وسائل نقل معدة للاستخدام في الانتخاب، فضلا عن تغريمه قيمة ما أتلفه. مادة 46: يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء. مادة 47: يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون. مادة 48: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000. أولا، كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين. ثانيا، كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين. ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة. ثالثا، كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. رابعا، كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة بشأن الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأفعال ضوعفت الغرامة. خامسا، كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطات المختصة. ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، فضلا عن حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات. مادة 49: يعاقب بالحبس أولا كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم عدم حقيته في ذلك. ثانيا، كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره. ثالثا، كل من شارك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. مادة 50: يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. المادة الثانية: تضاف للقانون رقم 73 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادتان برقمي 50 مكرر و50 مكرر ألف، ونصهما كالآتي: مادة 50 مكرر: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يخالف هذا بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5,000 ولا تتجاوز 10,000 جنيه. مادة 50 مكرر ألف: تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. المادة الثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.